بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل لا يتخذوا من دونه وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباد الله أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الأرض كرة عليكم أمددنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ويدخلوا المسجد كما دخلوها وهي مرة وليتبدلوا ما علوا تدبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم جعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر الدعاء بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا بها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى ومن أولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآيات أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل قولا ميسورا. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم
لكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قسطا كبيرا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل وزنوا بالقسطاس المستقيم وخير أحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا تمشي في الأرض إنك لن تبلغ الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وتجعلنا إلهنا ونبتها في جهنم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صرفنا في هذا قرآن يذكر وما يزيدهم إلا نفورا لو كان معه كما تقولون إذا لابتغوا إلى سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن تولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذا سمعون إليك ويدونك يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسورا انظر كيف ضربوا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وإن الشيطان ينزغ ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أعلم وربك أعلم بما في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملونة في غير موقف وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرهني إلى يوم القيامة لأحترقن ذريته إلا قليلا قال دب موته
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك بالبحر لتبتغوا من فضله وكان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاسبا ثم نجد لكم وكيلا أفأمنتم أن نعيدكم فيه تارة أخرى فنرسل عليكم قاصفا من الريح ونغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك ولولا أن ثبتناك لقد أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض يخرجوك منها وإذا لا يملكون خلقك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تأويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه إلى مسه الشر كان يئوسا كل يعمل على لا شاكرة ويسألونك عن الروح ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك في علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل قدر وما أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا تكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا لا يموت على أنبياء إلا مجرى الرسول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قالوا ما بعث الله مجرى الرسول لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا
ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وبكما وصما ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فالظالمون إلا كفور. لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم عدة لقاء وكان الإنسان غدورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. فأراد أن يثبتهم وقلنا من بعده لبني إسرائيل اذكروا الأرض فإذا جاءت جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلنا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قرآنا فرغناه للتوراة على الناس على موسى ونزلناه تنزيلا. آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء والحسنى ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون هي كذبا. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوها أيهم أحسن عملا. إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهيئ لنا من أمرنا رشدا. وضربنا على في الكهف سنين عددا. وبعضناهم لنعلم ما يلبس بين ظالما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات وما لن ندعو من دونه إلها لا إله إلا الله. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن الله ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله هيأت الله بالمهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه كالأسد لو اطلعت علينا وليت منهم فرارا ولم نريد
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بأمركم هذه هي المدينة فلينظر أيها طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشركن بكم أحدا إنهم إن يذروا عليكم يرجموكم ويأتوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم وإليه يرجعون عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون ولا تقولن إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك يا الذي تأمرت أن يأتيني ربي الأرض من هذا رجلا في كافهم 3 سنين وازدادوا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض فابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق المتقين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعل لأحدهما جنتين من العناب وحفظناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا الجنتين وعدة الله ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال ودخل جنته وما أظن الساعة قائمة لما دول إن رددت قاله صاحبه وهو يحاوره الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هو الله ربي وغير ربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ترسل عليها حجارة من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروجها ويقول يا ليتني لم أجد ربي أحدا تكن له مئة من دون الله عما كان منتصرا هنالك الولايات لله الحمد وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الرجلين
جعلنا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدريا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تصير الجبال وردوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فزعتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أشهدتم خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فتعالوا المجرمون النار ظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضلوا به عن سواء الآيات يوم ينظروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم ويسمعون من الهدى فلا يهتدوا إلى أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا عجل لهم عذابا لهم موعد لا يجدوا من دونهم موئلا وتلك القرى لما ظلموا وجعلنا لملكهم موعدا قال موسى لفتاه فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتبع سبيله في الغار سربا ما جاوزا قال لفتاه آتنا وساعنا نعلمنا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أحزاني إلا الشيطان واتبع سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فتدى على آثارهم ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا علمناه من لدنا علما موسى قال اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تهد عمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسلني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال حتى قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لا تؤاخذني بما نسيت ولا تذني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قال قتلت نفسا زاكية بغير نفس لعجزت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا